يا جماعة أيش النهب الذي عند الصرافين عيني عينك؟ توصل لك الحوالة سعودي يقول لك ما فيش معانا سيولة سعودي، معانا أبو 5 المقطع، يدي لك أبو 5 الذي هي نص 5 250 يعتبر مشي 5 مشطط حالة ما في زنبي، وحكت سعودي حوالة سعودي دولار توصل لك حوالة يقول لك ما عندنا سيولة. بس يوم تقول له تاخذ الحوالة بالصيف على ماشي هو مثلا 1000 سعودي 39 ب 139 مشي يصفها لك، خلاص تحكي سعودي يقول لك ماشي، خلاص اصرفني من 140 يقول لك ما فيش. تزيد تلف جميع الصرافين متفقين على من؟ على الشعب. أنا ولا الصرافين اليوم هذا يفعلوا لنا حل مع الصرافين النهب والنصب ما نسيها. تاخذ حقك الحوالة كله خلاص تيري سعودي وتيري 1000 وفي له 1000 مثلا أنت معك 1000 سعودي يقول لك هذه 139 اتي 1000 وأنا اتي لك سعودي. كيف يوم جت السيولة بعد ما خيشت 1000 بيبتاعوا يشتروا مزناوات، الصرافين كلهم متفقين ومزناوات على الشعب المستضعف. أمانة الصرافين الجميع والله ما بالصرف إنه يقول لك ها حقك العملة السعودية وردت لها أبدا، خلاص ما فيش معاكم سيولة، أقل شيء اصرف للمواطن من 140 نفس ما بتاخذها. تصير عند الصرافين تقول الشيء 1000 سعودي يقول لك دي 140 موجود معانا سيولة، لا معك 140 موجود بس حوالي يقول لك ما بالله معين 139 تاخذ والله معه، وكلهم نفس النغمة نفس المزناوي. فعلوا حل، فعلوا لنا تعبنا حتى الصرافين يزيدوا ينهبونا. هي مليح عيب شوفوهم والله انهم يلفوا بنا الشعب قدو باقي اخر شيء ندخل نعث والدهم لا دخل الصرافة. رسالة للجميع، رسالة للدولة تشوف الصرافين تشوف لهم حل ولا تدخلنا نلطمهم بالصناطل. هذا رسالة موجهة للدولة تشوف السلك بين التنك طبحوا بنات